السلام عليكم. كلنا عندنا بواقي بسكوت العيد متكسرة وأولادك مش عايزين ياكلوها. تعالي النهاردة هنعمل ببواقي البسكوت العيد وصفة حلوة جدا جدا، وفي نفس الوقت مش مكلفة خالص. إن شاء الله هنعملها على قد الإيد. يلا بينا نشوف بواقي البسكوت المتكسرة دي هنعمل بيها إيه. أول ما نخش في الفيديو كده، قبل ما نخش نسمي بسم الله ونعمل لايك للقناة. مسكت بسكوت، طحنته كويس جدًا، جدًا في الكبة لحد ما بقى بودر، وسيّحت بالضبط معلقتين كبار من السمنة. نزلت بمعلقتين السمنة على البسكوت وقلبتهم كويس، شايفين زي الرملة المندية كده، تمام؟ هاجيب أي صينية عندِك وابتدي إن أنا أرص بيها بواقي البسكوت اللي أنا طحنتها، تمام؟ واضبّطها بالشكل ده. تعالوا بعد كده نشوف الخطوة اللي بعد كده. جبت حلة ونزلت بالضبط كده ب3 كوبايات من الحليب أو اللبن، أدي 2 أدي 3، تمام. هانزل كمان ب3 معالق ونُص من النشا، وكمان معايا 3 معالق كبار من السكر يكونوا هرميين، كانوا مناسبين جدًا، جدًا ال3 كوبايات من الحليب، تمام. لو عايزة تزوّدي ما فيش أي مشكلة. هاقلّب كل الكمية دي على البارد الأول لحد ما كل حاجة تدوب معايا، وبعد كده أرفعها على النار بالتقليب المستمر. يكون النار بتاعتي على وسط مايلة للهادي شوية، تمام. وما اسيبش ايدي في التقليب، تمام، عشان ما تكلكعش معايا. هبتدي ان انا اقلب اقلب، شايفين القوام معايا ابتدي ان هو بيتقل معايا اهو. شايفين ما شاء الله تقل معايا وحلو جدا. شايفين القوام معايا ابتدى ان هو يغلي وفي فقاعات كده كده. خلاص اتأكدت ان النشا استوى معايا. هادفع عليه النار، وبدون أي انتظار هانزل على طول على البسكوت تمام. هاهز بس الصينية كام هزة كده حلوين عشان أضبطها. هاسيبه بقى يبرد، يبرد خالص، تمام. تعالوا بقى نشوف الخطوة التالتة. عندي هنا اهوت كوبايتين من المية المغلية، كوبايتين من المية المغلية. وعندي كمان 2 باكو من الجيلي اللي هو الفراولة. نزلت بأول باكو، تمام. ومعايا كمان باكو تاني. الكوباية اللي أنا نزلت بيها يا جماعة اللي هي أول حاجة نزلت ب2 كوبايتين من المية المغلية، غليتهم كويس على النار. هوريكم الكوباية اللي أنا نزلت بيها مش كبيرة قوي، كوباية صغيرة. ما تزوديش كمية المية عشان الجيلي بتاعك ما يبص، تمام. هقلب كل الكمية دي الأول لحد ما أحس كده إن الجيلي بتاعي ابتدى يدوب كويس جدا، تمام. لو انت عايزة تعملي الخطوة دي على النار مفيش اي مشكلة خالص، لازم المية بتاعتك تكون مغلية. هقلبه كده عشان اتأكد ان كل البودر بتاع الجيلي بقى خلاص مفيش ليه اي اثر خالص. انا زودت كده اختياري معلقة سكر، مش عايزة تزودي مفيش اي مشكلة. عايزة تزودي عن معلقة تحطي معلقتين، وده حسب الرغبة، تمام. هقلب برضو السكر لحد ما يتوب معايا كمان بنفس الكوباية اللي انا نزلت بيها المية المغلية، هي نفس الكوباية اللي انا هنزل فيها كمان كوبايتين مية ساقعة او من الحنفية، مفيش اي مشكلة خالص. وهقلب برضو المكونات كويس جدا، تمام. شايفين الكوباية اللي انا استعملتها قد ايه؟ مش كبيرة قوي. يبقى كل باكو بياخد معايا كوبايتين، كوبايتين من هما الصغيرين، وما تزوديش عن كده. هقلب بقى المكونات دي كويس جدا جدا، تمام. بس كده خلاص، مبقاش في اي اثر خالص لا سكر ولا بودر الجيلي. اتأكدت خلاص ان المهلبية بتاعتي بردت خالص، ما بقتش سخنة، تمام. وكمان الخليط اللي هو الجيلي كمان يبقى بارد معايا. هنزل بكمية الجيلي على المهلبية والبسكوت بالشكل ده. عندي كمان كده فراولة مقطعاها كده حلقات، هنزل بيها كده عشوائي كده من فوق. لو انت حابة تحطي مثلا اي حاجة تانية غير الفراولة، ممكن موز، ممكن قطع من التفاح، اي حاجة انت بتحبيها.
عايزة اقول لك ان طعمها خطيرة جدا جدا، واولادك كمان هيحبوها لان طعمها حلو قوي قوي. حبايبي الحلوين، لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. معلش ان انا بتكلم كده عشان تعبانة بس شوية. يلا بقى جربوها واعملوها لان وصفة حلوة جدا جدا من بسكوت العيد البواقي المكسرة. شايفين عملنا منها حاجة حلوة جدا جدا، وكمان مغذية، وكمان اطفالك هيحبوها. بعد ما رصيت بقى الكمية الحلوة دي هنسيبها بقى في التلاجة من لمدة مثلا 3 ساعات 4 ساعات، لحد ما اتأكد كده ان هي خلاص الجيلي بقى ايه، جيلي جيلي يعني. تماسك بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله. بعد ما طلعتها من التلاجة عايزة اقولك ان روعة وخطيرة. اولادي البسكوت اللي كان متكسر ومش عايزين ياكلوه، بعد ما عملت لهم بقى الوصفة دي، عايزة اقولك ان هما بقى يتخانقوا عليها لان طعمها حلو قوي قوي قوي، طعمها جميل. وفي نفس الوقت يعني الحمد لله مش متكلفة، اللي انت لو كلتيها بره في اي محل، عايزة اقولك ان انت هتدفعي عليها الشيء الفلاني يعني، لكن انت عملتها في بيتك كمية حلوة، وكل واحد هياخد له حتة حلوة كده. شايفين ما شاء الله حلوة قوي قوي. قطعة كل حاجة كده باينة، يعني البسكوت باين والمهلبية والجيلي. ما شاء الله حلوة قوي. يلا جربيها وان شاء الله تطلع من ايدك زي العسل. شايفين الجيلي عامل ازاي حلوة قوي. يلا اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.